في أوائل السبعينات وتحديدا سنة 1973 حصلت جريمة سطو مسلح واحتجاز رهائن. ولكن بعد ما اتقبض على المجرمين وأثناء التحقيق في الجريمة وأخذ أقوال المخطوفين كان في تصرفات وردود أفعال منهم مش منطقية، واللي خلى رجال الشرطة يستعينوا بأطباء نفسيين علشان يفسروا الحالة دي سببها إيه، واللي وقتها طلعوا بأغرب تفسير واللي بعد كده سموه متلازمة ستوكهولم. الحكاية بدأت لما شخص اسمه جاك إريك أولسون وهو صاحب سجل إجرامي ومطارد من الحكومة السويدية اقتحم بنك اسمه كريدت بانكينج في العاصمة السويدية ستوكهولم، وبعد إطلاق جرس الإنذار بفترة بسيطة وصلت الشرطة وحصل بينهم اشتباك بالأسلحة واللي اتصاب فيها شرطي وقت محاولته القبض على إريك. بعدها الشرطة تراجعت وحصروا المكان بالكامل، لكن إريك وقتها قدر يسيطر على المكان بالسلاح واحتجز معاه 4 رهائن من موظفين البنك، واللي وقتها طلب من الشرطة عربية علشان يهرب بيها وكمان يفرجوا عن زميله كلارك أولفسون، وبالفعل الشرطة وافقت على طلبه وأفرجوا عن زميله وكمان جابوا له عربية فورد وحطوها قدام باب البنك. كريستين مارك وهي واحدة من المحتجزين اللي اتصلت برئيس الوزراء وقتها وطلبت منه المغادرة مع المختطفين وقالت له انها واثقة فيهم وانها مش تحت اي تهديد، لكنه كان مشغول في حملته الانتخابية. وبدأت الشرطة تتفاوض معاهم عشان يكسبوا وقت ويقدروا يفكروا في خطة الاقتحام. وبعد مرور اكتر من 130 ساعة الشرطة اقتحمت البنك بالغاز المسيل للدموع وطلبت من الرهائن الخروج، لكنهم رفضوا وطلبوا الخروج مع اللصوص لحمايتهم من اطلاق النار عليهم، وبالفعل تم القبض عليهم وتم انقاذ الرهائن. لكن اللي ما كانش متوقع ان لما الشرطه ابتدت تاخد اقوال الرهائن رفضوا انهم يعترفوا عليهم، ومش كده وبس، كمان اتعاطفوا مع اللصوص واتهموا الحكومه ان هي السبب لانهم سابوهم محتجزين طول الفتره دي. الصحفي دانيال لانج من مجلة نيويوركر عمل مقابلة مع ضحايا الاختطاف عشان يعرف منهم اللي حصل بالتفصيل جوه البنك وقت احتجازهم. الرهائن قالوا ان اللصوص كانوا بيعاملوهم معاملة لطيفة جدا، وواحدة من اللي كانوا محتجزين قالت ان كان عندها فوبيا من الاماكن المغلقة، وان إيريك بنفسه سمح لها تخرج من المكان المقفول اللي كان حابسها فيه وتتمشى في الممر وهي مربوطة بحبل طوله 9 متر. طبعا التصرفات دي لفتت انظار علماء النفس وابتدوا يبحثوا في الموضوع، واللي فسروا اللي حصل ده بان في مشاعر تعاطف وحب بتتولد بين المختطف والرهينة، وده بسبب الوقت اللي قضوه مع بعض، وده بيحصل لاي رهينة اتعرضت لتهديدات مرعبة في البداية، وبعد الرهينة ما بتفوق من الصدمة بيبدأ يفسر أي تصرفات بسيطة المجرم عملها معاه، زي مثلا إنه يسمح له ياكل أو يشرب أو حتى يدخل الحمام، على إنه تصرف نبيل لازم يشكروا عليه. وقالوا كمان إن المتلازمة دي بتحصل نتيجة للإحباط واليأس اللي بيحسه الرهينة وهو مخطوف. متلازمة ستوكهولم هي حالة تعاطف بتنشأ بين الخاطف ورهينته، إلا إنك ممكن تكون بتعيش المتلازمة دي كل يوم في حياتك العادية، زي مثلا علاقتك بأشخاص ممكن يكونوا بيتسببوا في أذيتك، لكن أنت مصر إنك تفضل معاهم وتستمر في العلاقة رغم أذيتهم ليك، أو تكون بتشتغل في مكان مستعبدك ومش بيديك إلا جزء بسيط من حقك، ومع ذلك انت مصمم ما تسيبوش. مصطلح ستوكهولم بقى اوسع واشمل من عمليات السطو والاختطاف، واللي بتشمل اي حد يتعرض للعنف او التهديد من اي نوع. العلماء بيقولوا عشان تتخلص من المتلازمة دي لازم دايما تفكر نفسك بالواقع انك مخطوف ومسلوب حريتك. ما تحاولش تقاوم مشاعر الخوف جواك عشان تهدي نفسك، خلي مشاعر الخوف تسيطر عليك عشان تعرف انك في خطر وتاخد حذرك. ما تحاولش تتعاطف مع الجاني مهما حاول يأثر عليك بقصته المأساوية، لان مهما كان اللي حصل له واللي وصل ليه انت مالكش ذنب فيه، لانك لو ما عملتش كده هتكون ضحية لمتلازمة ستوكهولم. لو كنت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد بتحب النوع ده من الفيديوهات. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، اكيد هتشوف حاجات تانية تهمك.